السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال صبيحة الغد بإذن الله أجواء مغشاة جزئيا ستميز المناطق الشمالية، تتهين تدريجيا ابتداء من الظهيرة نحو المناطق الوسطى وكذلك الغربية ليلتحق اضطراب جوي سيخص المناطق الوسطى والغربية بزخات من الأمطار الرعدية تزداد غزارة خلال الليل. هذه الأمطار تنتقل ليلا نحو السواحل الشرقية، أما بالمناطق التي تقع بشمال الصحراء وكذلك منطقة الواحات ستشهد سحب هابطة ابتداء من الظهيرة مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا نحو الهضاب الغربية وأيضا الوسطى. أجواء مغشاة جزئيا بالجنوب الغربي ومشمسة بوسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات، بالمناطق الداخلية ترتفع بالسواحل ما بين 13 إلى 16 درجة، تقارب 7 درجات بكل الجنوب الشرقي، 9 درجات بالصحراء الوسطى، 6 فقط ببشار، 10 درجات بتندوف وتمن راس، وترتفع إلى 12 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستعرف تراجع مقارنة بنهار اليوم، مقاييس بين 21 إلى 22 درجة بكل السواحل، كذلك بالمناطق الداخلية الشرقية 18 فقط بالجلفة، 19 بتيرة سعيدة غديزان، جنوبا 22 درجة ببشار بسكرة، كذلك بالواد المغير 23 درجة بجانات، 27 درجة ستكون كعلى مقياس بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون مضطرب بسواحل الوسطى والشرقية كثير الاضطراب بسواحل الغربية، رياح قوية تصل أحيانا إلى 60 كم في الساعة خاصة نحو سواحل الوسطى والغربية.